يا جماعة لازم نتكلم عن تيشيرت توتنهام الموسم الجديد. يعني بصراحة بجد ايه اللي بيحصل؟ انا دخلت اشوف التصميم الجديد واتفاجئت، يعني بجد يعني ايه ده بجد يا نايكي؟ هو نفس التصميم بتاع كل موسم، نفس الخطوط نفس التكرار، كأنهم بيعملوا كوبي بيست الموسم اللي فات واللي قبله. يعني فين الابداع؟ فين اللمسة الجديدة؟ الجمهور بيدفع مبالغ كبيرة عشان يشتري تيشيرت لفريقه، المفروض يكون في تغيير فكرة او حتى تفاصيل جديدة تخليه مميز. لكن انا شايفه قدامه تحس ان تيشيرت تدريبات، ده مش تيشيرت موسم جديد، تيشيرت عادي جدا بصراحة، مش التيشيرت اللي المفروض اللي كانت كل جماهير توتنهام عموما مستنياه. يعني ها الحمد لله، هنعمل ايه بقى؟ بصراحة انا شايف ان هو تيشيرت يعني مش حلو. يعني بصراحة لو عليا انا ممكن اديله تقييم 7/10 او 6/10 بصراحة. يعني تيشيرت مالوش القيمة، معلوش القيمة ان كان الاساسي ولا البديل. فاتمنى يعني ان التيشيرت التالت لما ينزل يكون تيشيرت كويس يعني ويناسبنا يعني الموسم الجاي. انتوا رايكم ايه؟ هل شايفينه فعلا مقبول ولا لا؟ ولا فعلا توتنهام كان محتاج احسن من كده؟ اكتبوا لي تحت في الكومنتات، وما تنسوش اللايك المتين والاشتراك عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.